السلام عليكم ورحمة الله. غواص من جنوب أفريقيا يعثر على مصحف كريم على عمق بلغ 18 مترا في قاع البحر. قبل أن نفصل في الخبر ضع إعجاب واشتراك حتى تسمو قناتنا بكم. عثر غواص البحار آيان هاجارت من جنوب أفريقيا على نسخة من المصحف الكريم في قاع البحر وعلى عمق 18 مترا أثناء قيامه برحلة غوص مع أصدقائه بالقرب من جزر إيسلاند النائية. لكن الغواص لم يكن يعلم شيئا عن الكتاب الذي وجده، وكم من الوقت مضى له في مياه البحر وكيف وصل إلى هنا. وقام بنشر المقطع الذي صوره للمصحف على حسابه التيك توك، بينما كان الورق متماسكا والخط واضحا ومحفوظا جيدا رغم ملوحة المياه وعوامل التلف المتوفرة. ولكن أعجب ما في الأمر أن المصحف كان مفتوحا على سورة الأعراف، وبالتحديد على الآيات التي تكلم فيها القرآن عن قصة نوح مع قومه وكيف أغرقهم الله لما كذبوا رسالته. لكننا نحن المسلمون لا نعجب من ذلك، لأن الله قال في محكم كتابه: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. متابعة وإعجاب يرحمكم الله.